انتهت مباراة مصر ومنتخب غانا بتعادل المنتخب المصري 2-2 في مباراة ملحمية. مباراة فيها كلام ياما قوي، وبشوف كلام قليل جدا تكتيكيا. الكلام كله عن اللعيبة، وفي جزء طبعا عن المدرب. النهارده 45 دقيقة الأولى حاجة، وال90 دقيقة بتاعت موزمبيق حاجة، وال45 دقيقة الشوط التاني ده كلام تاني خالص. النهارده المنتخب المصري وصل. النهارده الشوط التاني مصر وصلت كوت ديفوار. قبل كده لا. النهارده انت اثبتت انا لا منتخب فلان ولا منتخب علان. انا مش منتخب صلاح ولا منتخب مش عارف مين. انا النهارده منتخب مصر. السبع نجوم دول انا ما جبتهمش بلاعب، انا كنت بجيبهم بفريق. سكواد 2006 وسكواد 2010 وسكواد 2008 ما كانش فيه لعيبه بتبقى جايه معلش يعني اسطوات. احنا جايين لا، ما فيش الكلام ده. ميدو كان نجم نادي توتنهام وسيلتا فيجو ومارسيليا، وكان عادي جدا ما يجيش المنتخب عشان محمد ناجي جده. محمد زيدان ما جاش 2006 وخدناها. حسني عبد الرب ما لعبش 2006 وخدناها. ابو تريكه ذات نفسه ما لعبش 2010 وخدناها. انت النهارده انا مش منتخب لاعب، انا منتخب مصر. انا اسمي منتخب مصر. طلع صلاح طلع فلان، لا احنا منتخب جماعي. احنا منتخب محليين، احنا منتخب محليين. احنا مش منتخب اوروبي. انا مش عايز محترفين اساسا. انا منتخب الاهلي والزمالك والاتحاد السكندري والاسماعيلي والمصري البورسعيدي. انا منتخب كده. انا باخد بطولاتي بالطريقه دي. انا بعرف العب كوت ديفوار في 2006 و2008 بالطريقه دي. انا بعرف العبها بالرجوله. النهارده انا بلعب من غير مدرب. بلعب من غير مدرب النهارده. المدرب اللي يبدا بمحمد النني النهارده يبقى مش مدرب. مع احترامي ليك بقى، عندك وجهه نظر وعندك الكلام ده كله. لاعب بقاله 6 شهور ما بيلعبش، انت بدات بيه على عيني وعلى راسي وكان مصاب. لاعب ما بيلعبش في ارسنال. على فكره انا بحب محمد النني خارج الملعب، لكن جوه الملعب ما فيهاش بقى بحبه وما بحبش. انت النهارده بتبدا بالنني ليه؟ ليه تبدا بالنني؟ ثغره في البدايه، ثغره في بدايه الماتش. انت ماسك المباراه. مباراه سجال بينك وبين غانا. انا ما شفتش غانا النهارده يعني غير هو كورتين بتوع قدوس. ما شفتش كوره يعني غانا اللي هو النهارده كانت واو. كوره في اخر الشوط الاولاني بعد اصابه محمد صلاح، طبعا نتمنى له الشفاء العاجل باذن الله. كوره بتلخص ليه انا بتكلم عن محمد النني وليه مصر كلها بتتكلم عن محمد النني. الكوره كلها مش فكره الشوط، الناس كلها ركزت على الشوط. قدوس وهو بيسلم الكوره كان مدي ظهره لمحمد النني اللي هو الجون مصر، ولف واستلم ولف تاني وشاط، وانت كل ده ما خدتاش منه. وخلي بالك انا مش بقول لك محمد قدوس ده، محمد قدوس ده لسه جاي الدوري الانجليزي بقاله السنه دي. انت بقى ارسنال، بقى ارسنال يعني فاهم، ارسنال. لكن انت النهارده لا. المدرب اللي يجي الشوط الثاني في عز ما انت اللعيبه جايبه اخر دواسه البنزين، اخر دواسه البنزين بتاعتك، ويقوم ساحب محمد النني، وبدل ما نزل مروان عطيه نزل تريزيجيه ويسيب حمدي الفتحي وامام عاشور لوحدهم في خط النص. ده يبقى مدرب مش فاهم هو بيعمل ايه. طلع النني نزل مروان عطيه. لان انت مش الازمه اللي انت مش ماسك نص الملعب قوي، لا. انت اسما بتلعب بثلاثه في نص الملعب، بس هم في الفعل الاثنين. انت النهارده يا جماعه، النهارده انا من وجهه نظري قبل المباراه دي حاجه، قبل الشوط الثاني بتاع المباراه دي حاجه، وبعديها حاجه ثانيه. النهارده انا جيت قلت لكم انا مش منتخب. انا يا عم منتخب محليين. انا انجازاتي، انا بعرف العب كوت ديفوار بتاعت 2008 و2006، بعرف العبها باللعيبه المحليين. بعرف العبها باحمد سمير فرج واحمد عبد الملك وكل اللعيبه دي كلها. انا بعرف العبها بلعيبه المصري والاتحاد، وباخد هداف البطوله بجده. انا كده. انا ما بعرفش اكسب غير بالطريقه دي. لكن اصل معايا لاعب من ليفربول ومعايا لاعب من بايرن ليفركوزن، لا انا مش بتاع الكلام ده. انا منتخب، انا بلعب برجوله. انا عايز في منتخبي، مش عايز يا عم اقول لك على حاجه، ما تدينيش ميسي، بس اديني لاعب ينزل الشوط الثاني يجيب اخره. انا هو ده اللي انا عايزه منك. احنا مش منتخب صلاح ولا منتخب فلان، لا احنا منتخب مصر. احنا منتخب مصر. احنا كل بطولاتنا بالجماعيه بالقلب بالروح. احنا ما صعدناش، بس حتى لو طلعنا طالعين رافعين راسنا.
مش طالعين مشاركه كويسه، لا. احنا المنتخب المصري، احنا كده، احنا ودي طريقه لعبنا. وان شاء الله باذن الله لو استمرينا بالاداء ده، لا في كلام تاني بقى على المنافسه، في كلام تاني بقى. وان شاء الله باذن الله نقدر نفوز على منتخب الراس الاخضر ونصعد من اول اتنين في المجموعه. مش عايزين نوصل لمرحله اول احسن توالد دي، لان برضه هتقابل بيها اول المجموعه، وهتبقى برضه انت مش عايزين اصابات وحمل بدني الكلام ده. وان شاء الله باذن الله اتمنى التوفيق للمنتخب المصري بده، بالقلب، بالقلب وبالروح.